السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشنطه الجميله قوي دي. شايفين شكلها حلو قوي وطريقتها سهله جدا، معموله على الشبكه، والخيوط بتاعتها خيوط اسمها الاورجانزا، خيوط حلوه قوي وبتدي لمعه حلوه قوي للشنطه. حبيت ان انا اعملها معاكم النهارده. طريقتها سهله جدا، يعني في خلال دقيقتين اتنين بتكوني مخلصه الشنطه. طبعا بتجيبي الشبكه ديت، ده كده شكلها، وبتجيبي خيوط اورجانزا. هي بقره واحده من خيوط الاورجانزا بتعمل معاكي المقاس ده بالظبط. وطبعا الجنشات والحاجات دي، وطبعا اللولي دوت انا حبيت ان انا ازين الشنطه بيها، وطبعا على حسب ما انت حابه. دي كده الشنطه من جوه. طبعا مركبها البطانه زي ما انتم شايفين. تركيب البطانه حلو قوي، وتركيب البطانه موجود عندكم في اخر الفيديو انا عامله ازاي تركبي البطانه. يلا بقى نشوف مع بعض طريقه الشنطه. طبعا الخيوط اللي هنستخدمها معانا هنستخدم خيوط اورجانزا. ده كده شكلها، والخيوط بتاعتي اللي انا جبتها خيوط عريضه بالشكل ده كده. لو انت حابه تجيبي رفيعه مفيش اي مشكله، بس انا لقيت المتوفره عندي العريضه فحبيت ان انا استعملها. وطبعا اخترت اللون الاسمر. اللون الاسمر طبعا بيليق على كل اللبس وشكله شيك قوي. حبيت ان انا اعمل بيه الغرز بتاعتنا واعمل بيه الشنطه. شايفين ده كده الجزء اللي انا كنت عاملاه عشان خاطر اوريكم بس فكره الغرزه بتاعت الشنطه، ان هي شبه المربعات، مربع عمودي ومربع افقي بالشكل ده كده بالطول وبعدين بالعرض. طيب زي ما انتم شايفين الشنطه دي مختلفه تماما عن الشنط التانية اللي هي الشبكات. دي شبكه جديده ومختلفه. هعمل ايه؟ شايفين دي الجزء ده بيبقى موجود هنا كده، وبتخيطي دي مع بعضها من تحت. وطبعا الجزء ده بتيجي بيه بقى ايه، تخيطيه من هنا كده في القاعده بتاعه الشنطه والجنب والجناب بالشكل ده كده. وده بيبقى القلاب بتاع الشنطه، بيقفل على الشنطه كده. طبعا شفتوها في اول الفيديو، وريت لكم الشنطه في اول الفيديو، فطبعا واضحه قدامكم اهي بكل سهوله. اول حاجه الخيوط طبعا بتاعتنا، ومعايا ابره التنظيف بالشكل ده كده، ومعايا طبعا مقص ولاعه علشان اقص بيهم الشبكه، الخيوط. وطبعا معايا القفل بالشكل ده، وسلسله على حسب طبعا الالوان اللي انت حابه تجيبيها. لو حابه تجيبيها فضه، وطبعا هتجيبي جنشات يعني للشنطه. اول حاجه هقص قطعه من الخيط. هقص جزء كده من الخيط، جزء كبير. هي بتيجي على بكره بالشكل ده كده اهو. مش هقصها كبيره قوي عشان خاطر ايه الفيديو بس يبقى مظبوط معايا اهو. هقصها بالشكل ده كده، واجي من هنا بالولاعه زي ما انتم شايفين عشان خاطر ما تكرش معايا. فباجي بروح عاملاها بالشكل ده كده اهو، لسعه بسيطه خالص عشان خاطر ايه ما تكرش معايا، ما تطلعش من الخيوط وتبوظ. شايفين بتطلع ازاي اهي. فلازم بالولاعه كده تقصيها، تعمليها بالشكل ده بس كده اهو. هنقص بس الجزء ده مظبوط عشان يبقى مظبوط معانا، ونعملها بالولاعة تاني بالشكل ده كده اهو. بس كده كده خلاص. هنيجي بقى اهو نقسمها بالشكل ده كده علشان نعرف ندخلها في الإبرة اهوت كده بالشكل ده. هسيب جزء صغير بس كده. لو انا طبعا الفتل بتاعتي، لو انا قصدي الخيوط اللي معايا، الخيوط الاورجانزا اللي معايا، لو هي رفيعه، في خيوط بتبقى رفيعه بتبقى نص دي كده، فانا بقسمها على اتنين وبعملها كده. لكن انا مش هعملها على اتنين، هعمل بس هسيب جزء صغير شايفين قد كده بس، علشان الخيوط ما تطلعش معايا من الشبكه. هسيب الجزء الصغير ده، والجزء الطويل ده هيبقى زي ما هو كده بالشكل ده اهو. هوريكم بقى الغرزة دي هنعملها ازاي. وطبعا عايزين نبقى عارفين ان الشبكة دي غير الشبكات التانية. ليها من هنا كيرف زي ما انتم شايفين جاي كده. طبعا زي ما انتم شايفين ان في كيرف للشنطة من الجناب من هنا، ومن الجنب هنا، ومن فوق جاي بالشكل ده كده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدأ منين عشان خاطر المربعات تبقى مظبوطة معانا؟ هنبدأ من هنا كده. شايفين ده كده الجزء اللي في الوسط اهو. ده كده الجزء اللي في الوسط بالظبط. ده كده هنبدأ ايه من هنا كده. شايفين دي كده الحتة دي اهي، دي كده اللي هنبدأ منها بالصح. هننزل على تحت كده اهو. شايفين كل ما بنزل يعني من هنا كان في مربعين، بدأ يزيد معايا بقوا 3 اهو. من هنا كده الجنب ده كده هبدأ بقى من هنا بالشكل ده كده في المربع ده. يعني بسيب 1 2 بس، بسيب اتنين من هنا. طبعا كل ما بترتفعي بيكون عندك 3، يعني هنا بيبقوا 2، الجزء العريض ده بيبقى 3. فانتوا شايفين الخط ده اهو. ده الغرزه دي اللي هي في الوسط الشنطه بالظبط. ده كده الوسط بتاع الشنطه اهي. الفتحه دي كده بنزل منها، دي كده ايه يعتبر اول حاجه عشان خاطر ايه اعمل فيها المربعات بتاعتي. فهاجي من هنا اهيت، يعني بسيب دي وباجي من هنا كده بنزل كده اهو على تحت بالشكل ده كده عشان ابدا من هنا.
اهو. طبعا ما ينفعش ان انا ابدا التلات غرز اللي تحت اللي هي التلات مربعات الفتحات، 1 2 3 دول مش هبدأ فيهم، علشان خاطر في هنا عندي كيرف تاني، فأنا لما أجي أعملهم بقى بغرز تانية مختلفة في الآخر. فهاجي من هنا كده بالشكل ده أهو. طبعا زي ما وريتك بتنزلي كده من الحرف ده أهوت اللي في الوسط أهو، بتسيبي دي وبتبدأي تنزلي كده بالإبرة بالشكل ده أهو. بس هبدأ من هنا كده أدخل في دي، بدخل طبعا بالإبرة زي ما احنا شايفين كده، بدخل بالإبرة من الخلف من هنا كده. طبعا الشبكة من عندي من هنا الجزء البارز ده هو اللي انا هعمل عليه الغرز. خلي بالك الشبكة بتبقى جزء ناعم، عشان تبقي بس عارفة جزء ناعم من هنا والجزء ده ايه، يعني بارز كده، علشان خاطر ده اللي هيبقى الواجهة بتاعت شنطة، ده هيبقى لجوه، دي كده هتبقى لجوه. الجزء اللي احنا عملناه يعني دي الناعمة دي بتبقى لجوه، وده كده بيبقى لبره بالشكل ده، عشان نبقى بس ايه عارفين. فانا هبدأ بقى من هنا كده من تحت كده، هدخل بالإبرة من ورا بالشكل ده، أسحب الخيط زي ما انتوا شايفين كده أهو، أسيب جزء من الخيط بالشكل ده كده، ممكن أخده معايا تحت الغرز، يا إما أنا بعد كده بدخلها تحت الغرز عادي خالص. بعد كام؟ بعد أهو، دي اللي أنا دخلت فيها 1 2 3 4 5 6 زي ما انتوا شايفين كده. 1 2 بعد من ورا لأن أنا بدخل بالإبرة من ورا تاني. 1 2 من الخلف، لو دخلتها من هنا كده انا دخلتها من الخلف، فهدخلها من هنا المرة دي 1 2 مرة من الخلف ومرة من الامام من هنا كده. 1 2 3 4 5 6 باجي في الفراغ السادس بالشكل ده كده واسحب خيط. انا هعمل الغرزة دي بالعرض وبعد كده ارجع اعملها بالطول اهو. يا رب تكون واضحة. ماشي، بدخل بقى بالإبرة من هنا كده تاني، بعد 1 2 3 4 5 6. أنا بدخل طبعا من هنا قصاد الناحية دي، قصاد دي كده بالظبط. بحاول إن أنا آخد معايا الخيط التاني تحت الغرز عشان خاطر يبقى مظبوط معايا أهو. لو في أي حاجة في الخيط بشدها بالشكل ده كده، وباجي هنا قصاد دي كده أدخل فيها بالشكل ده أهو. أهو شايفين شكلها كده. اجي ادخل من خلف كده بالشكل ده، دي كده بالعرض، وهرجع اعملها تاني بالطول اهو. الشكل ده. شد بقى معايا الخيوط عشان خاطر تبقى مظبوطة معايا اهو. شدها كده من الشبكة. عملت 1 2 3، هنعمل 4 الشكل ده اهو. خيط باخده معايا، بحاول اخده معايا وارجع تاني ادخل فيه، اشد الخيط كده عشان خاطر ما يطلعش معايا من الابره اهو. عملت 4. لو حابة تعملي 5 اعملي 5 مفيش مشكلة، هيبقى شكلها حلو أوي برضو. فهدخل أعمل 5 واحدة كمان عشان يبقوا 5 أهو. كده خلاص بقى أنا كده عملت معايا أول مربع، يعني عملت بالعرض من هنا كده 6 فراغات وهنا 5 بالشكل ده، يبقى 1 2 3 4 5. من هنا كده من العرض هنا كده عملت 6، على حسب طبعا ما انت حابه. لو حابه تعملي 6 و6 5 و5 براحتك خالص، على حسب اللي انت حابه تعمليه. خلصت بقى بالشكل ده. عملت هنا 6 زي ما قلنا و5 الارتفاع بتاعها، 6 العرض و5 الارتفاع على حسب ما انت حابه تعملي. لو حابه تزودي كمان غرزه على كده يبقى 6 و6 براحتك خالص على حسب ما انت حابه تعملي. كده انا عملت دي كده بالعرض، شايفين ده كده عرض اهو. هرجع اعملها بالطول، هيبقى الجنب التاني عكسها. يبقى انا بمشي كده، بمشي بمشي كده بالعرض. انا حابه ان انا امشي بالعرض عشان خاطر ابقى عارفه اللي انا بعمله. بمشي كده بالعرض، لو انت عايزه تعمليها بالطول برضو اعمليها مفيش مشكله. فانا دلوقتي عملت ايه؟ عملت كده العرض بتاعها عرض اهو، ده كده غرز بالعرض. عملت ايه؟ 5. هاجي بقى من هنا كده زي ما انتم شايفين ادخل فيه
بالابره بالشكل ده كده في الشبكه من هنا، بدخل في اخر واحده انا عملتها اهو. شايفين دي كده، شايفين دي كده الخيوطه اهي، بدخل فيها تاني علشان الشبكه تبقى مقفله معايا خالص وما تبقاش باينه. لو ما دخلتش في اخر واحده انا عملتها، لازم ادخل في اخر واحده انا عملتها علشان الشبكه تبقى ما تبقاش باينه معايا. لو ما دخلتيش فيها هتبقى الشبكه باينه معاكي وشكلها مش حلو. دي كده عملنا بالعرض، يبقى الجزء ده هنعمله بالطول اهو. هنعمل ايه بالطول اهو، هنعد كده برضو في اخر واحده برضو عملناها اللي هي دي الخمسه، 1 2 3 4 5، هندخل في دي كده نعملها بالطول اهو. ده كده عكس دي خالص، يبقى دي كده بالعرض ودي كده بالطول. هدخل في الإبرة بالإبرة في الفراغ اللي بعدها بالشكل ده كده اهوت، ادخل اعمل غرزة اهو وبدخل في دي. طبعا الشبكة مش باينة معايا خالص، بعمل واحدة بالعرض وواحدة بالطول اهو. نعمل 6 زي ما احنا كنا بنعمل من هنا كده 6. كده هندخل بقى في الفراغ الخامس. كنا عاملين هنا 1 2 3 4 5 6، دخلنا في الفراغ اللي هو اللي في اخر فراغ احنا عملناه، لازم بدخل فيها علشان الشبكه لو ما دخلتش فيها مش هتبقى باينه معايا. بعد من اول ده كده، شايفين ده كده اخر الخيط اهو، دخلت فيه برضو عملت فيه الغرزه بتاعتي، بعد من اولها 1 2 3 4 5، وبعمل واحده كمان الستة اهو. طبعا انت لما بتبدأي فيها بتلاقيها طريقتها سهلة جدا. بدخل بقى في اخر فراغ بالشكل ده كده واعمل الستة اهو. هي مفيش فيها شغل وطريقتها سهلة قوي وشكلها شيك الصراحة اهو. كده خلاص عملت كام؟ 6 بالعرض كده، 1 2 3 4 5 6. باجي بقى في الغرزة اللي بعدها، ده كده عملت عرض، هرجع اعمل ايه بالطول. فهاجي ده كده عملتها بالعرض اهي، هعمل بقى كده ايه بالشكل ده كده الطول بتاعها زي ده. هاجي بقى من هنا كده اهو، انا قصدي ان دي كده عرض، ده كده طول اهو، يبقى ده كده الطول وده كده العرض. انا كده عملت عرض، عملت عرض هنا، بدأت الاول بالعرض ده كده، هعمل هنا طول، هعمل هنا تاني العرض اللي انا عملته زي ده. يبقى باجي اعكس الغرز مع جنب بعضها، عملت دي كده يبقى اعملها عكسها، عملت ديت مثلا بالعرض يبقى اعملها عكسها كده، يعني عمودي او افقي اهو. هاجي بقى من هنا 1 2 3 4 5، ادخل فيه كده. انا هعملها بقى ايه بالعرض، فهبدأ ان انا اعد بقى، هعمل من هنا كده، هعد واحد اهو، هعد من هنا 1 2 3 4 5 6، هدخل في دي كده اهو. كده هعمل بقى ايه اللي هو الجزء اللي بعملها بالعرض، وبدخل برضو شايفين ده كده الفراغ اهو، بوسع الخيط، بدخل من ورا من الشبكة من ورا بالشكل ده كده، وبوسع لنفسي الخيط كده علشان ادخل في الغرزة الأخيرة اهو اللي فيها الخيط، علشان الشبكة ما تبانش معايا. شايفين دي كده بانت معايا، فانا طبعا للاسف هفكها عشان ما دخلتش هنا. انا طبعا بوريكم بالظبط اهو عشان خاطر يبقى الشغل واضح. طبعا الجزئيه اللي انا وريتها لكم الشبكه كانت باينه فيها اهو. ندخل تاني هنا، شايفين اهو في نفس المكان اللي انا دخلت منه، اللي هو ده اللي انا عملت فيه اخر غرزه، عشان الشبكه هتبقى باينه معايا وشكلها مش حلو. هعد بقى 6، 1 2 3 4 5 6، واكمل بقى زي ما انا ماشيه بالشكل ده كده اهو، غرزه عرض وغرزه بالطول. هاجي بقى كده اوسع لنفسي الغرز وادخل في الغرزه دي كده اللي هي فيها ايه الخيط ده اهو، من هنا كده اوسع لنفسي بس من هنا وادخل اهو بالشكل ده كده، وادخل بقى في الجزء ده. شايفين بقى الشكل عامل ازاي اهو. يبقى بعمل اهي دي كده عملتها بالعرض، وبعد كده عملت غرزة بالطول، وبعد كده عملت عرض، وبعد كده هعمل ده كده العرض اهوت، هبدأ اعمل ايه بالطول كده عكس دي، يبقى انا بمشي عكسها. وبرضه لما برتفع بالادوار اللي فوق بشوف دي ايه، دي انا عاملاها عرض، بعمل فوقيها واحدة طول، دي كده عاملاها طول بعمل فوقيها واحدة بالعرض،
يا رب يكون ايه الشرح واضح كده بالنسبه لكم. هكمل بقى الشبكه دي كده بالطريقه دي لحد ما اوصل للنهايه. وطبعا زي ما احنا قلنا احنا سيبنا الكيرف دوت عشان ده جاي بكيرف فمش هتظبط معانا الغرزه، وهنعملها تاني بعد كده بغرزه برضو شبه ديت هنشوف هنعملها ازاي. هكمل بقى كده الشبكه دي لحد ما اخلصها وارجع بقى اوريكم التقفيل بتاع الشنطه. خلاص بقى خلصت الشنطة وبقت معايا بالشكل ده كده، شكلها شيك قوي. وطبعا الخيوط بتاعتها زي ما انتم شايفين خيوط شكلها شيك جدا، تنفع سواريه وتنفع في كل مكان، شكلها حلو قوي. حبيت ان انا اعمل معاكم ان انا اعمل اليد دي برضو اللي هي العقد اللولي ده عشان يدي شكل حلو للشنطة. وطبعا ركبت من هنا الجنش بالخيط عادي، نفس الخيط ده كده ركبته هنا في الجنش زي ما انتم شايفين. وركبت ايه حلقة برضو كده في السلسلة علشان تطول معايا السلسلة او تقصرها زي ما انا عايزة. يعني لو انا حابة ان انا اقصر السلسلة هعمل ايه؟ هشدها كده هتصغر معايا بالشكل ده اهو، تدي شكل شيك قوي. حبيت ان انا اعملها كده هعملها. فكرة دي فكرتها هي بقى سلسلة انا قفلتها خالص. السلسلة بتبقى معاكي مثلا متر، هتيجي من هنا هتفكي واحدة من دي وتشبكيها في بعضها عشان خاطر تديكي ايه دوران كده بس. وهتحطي السلسلة في بالدوران بتاعها تقسميها زي ما انت شايفة زي ما انا قسمها كده، وتحطيها في الحلقة هنا والحلقة الناحية التانية وتعمليها فيها السلسلة. طبعا بتكوني انت قافلة السلسلة على بعضها بشكل ايه دوران كده، فلما تيجي بقى تشديها تظبط تديكي الشكل ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. تدي شكل شيك قوي للشنطة، حابة تقصريها حابة تطوليها على حسب ما انت حابة. طبعا اللولي ديت انا عملتها بخيط صناره، ربطت فيها اللولي ده كده بالشكل ده، وعملتها عملتها هنا في الجنش ده والجنش التاني ربطتهم فيها. بس ده كده الشكل النهائي ليها وقفلتها. طبعا القفل طبعا تركيبه سهل والجنش برضو تركيبه سهل ليه زي ما انتم شايفين. ده كده الشكل النهائي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي حاجه حابين تعرفوها اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم عليها. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتقولوا رايكم في الشنطه. سلام عليكم.